اول ما ضرسك يبتدي يوجعك، اول حاجة بتخطر في بالك انك انت تشيله. من كتر احساسك بالألم وبالوجع ما بتفكرش غير انك تخلص من الوجع ده. وبعد ما بتخلص من الوجع ده وتشيله، على طول بتبتدي تحس بفراغ مكان الضرس، في كده فراغ وفي مساحة فاضية. فالمساحة والفراغ دول بيضايقوك، بيخلوك تحس بان في حاجة مش مظبوطة غير الطبيعي. بس بعد فترة بتتعود على الإحساس ده، وبيبقى إحساسك بالفراغ ده أفضل بكتير من الألم اللي انت كنت بتحس فيه بالأول. وهو ده بالظبط نفس تفسير ارتباطنا بالأشياء اللي احنا بنحبها وبنحس انها جزء مننا. بتفضل الحاجات دي توجع فينا وتألم فينا لأن هم ضامنين وجودنا وعارفين احنا بنحبهم قد ايه. ومجرد ما بتاخد قرار انك انت تبعد وتشتري نفسك علشان خلاص اكتفيت من الوجع واكتفيت من الألم، بتحس بفراغ كبير، بتراودك حاجات كتير وأفكار كتير وذكريات كتير وتفاصيل كتير. بس بترجع تقول كل الحاجات دي على قد حلاوتها، على قد الحاجات الحلوة اللي أنا عشتها، بس الألم اللي أنا حسيته منهم كان أصعب بكتير من أي حاجة حلوة أنا عشتها معاهم. فعشان كده مرات كتير إحساسك بالفراغ بيبقى أفضل بكتير من الألم اللي أنت عشته لوقت طويل. ولا أنتوا رأيكم إيه؟